كيف التخلص من العجز والتسويف والكسل والعمى العقلي؟ كيف التخلص من الأوهام والظلام والعمى العقلي برضه والخوف والمخاوف والتعميم والتفكير السلبي الكارثي المفرط وتكبير الأشياء والأمور والأهداف والناس؟ كيف التخلص من التشتت والفوضى والتشاؤم والتفكير السلبي برضه؟ كيف التخلص من المبالغة تهويل وتضخيم الأمور والأشياء والتفكير برضو السلبي. ودي كانت تعليقات الأستاذ حيدر العمري اللي كتبها على الفيديو الأخير اللي نزلته هنا في القناة، واللي كان بعنوان جلد الذات، واللي كنا بنشرح فيه ازاي تقدر ان انت تتخلص من لوم النفس زيادة عن اللازم. وفي الحقيقة أنا جاوبت على الأستاذ حيدر في التعليقات وقلت له إن أنا من الصعب إن أنا أرد عليه في التعليقات على التساؤلات دي كلها مرة واحدة، وقلت له ان انا وعدته ان انا هعمل له فيديو مخصوص. ولكن بعد ما قرأت التعليقات مرة تانية وتعمقت فيها ادركت ان من الصعب برضو ان انا اعمل فيديو يحل كل المشاكل دي، او ان هو يكون بمثابة حل لكل الاشياء دي مرة واحدة. ولكن اوعدك يا استاذ حيدر بان الفيديو ده ان شاء الله هيكون بمثابة الزتونة. اي حد هيعاني من بعض الحاجات دي بمجرد ما يتفرج على الفيديو ده هيقدر ان هو باذن الله نظرته تتغير تجاه الحاجة اللي هو بيحس بيها دي، وهيقدر ان هو يتعامل بشكل احسن. بداية خلينا نقول ان معظم الطلبة والخريجين والشباب عموما في الوقت الحالي بتتجه للكورسات وان هي تتعلم الحاجات او المجالات اللي موجودة على الساحة حاليا، حاجات زي ريادة الاعمال، حاجات زي الكمبيوتر ساينس، حاجات زي البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الماركتينج، الفريلانسنج بانواعه، من غير ما يكون عند الناس دي القوام الاساسي من المهارات اللي تساعدها في ان هي تكمل في الحاجات دي، وللاسف بتتصدم فيها بمجرد ما تنزل لسوق العمل او ان هي تبدا تتخبط في مجال العمل. مهارات كتير زي مهارات التواصل بمختلف انواعها، مهاره التركيز وعدم التشتت، مهاره الانضباط والالتزام، مهاره الصلابه النفسيه، وغيرها كتير من المهارات اللي هتساعد الشخص ده في ان هو يواجه التحديات والمشاكل اللي ممكن يتعرض لها في مجال شغله او عمله او دراسته. وبغض النظر عن قدرتك وشطارتك في مجالك على المستوى الفني، الا انه ضروري جدا يكون عندك المهارات الاساسيه دي علشان تقدر توصل للمستوى اللي انت عايزه في المجال اللي انت ماشي فيه، او تقدر ان انت تنجح في المجال اللي انت ماشي فيه. على سبيل المثال مثلا لو انت شخص شاطر جدا في رياده الاعمال وعندك قدره عاليه على اداره المشاريع، لو انت ما بتفتقر مثلا لمهارات التواصل المختلفه اللي قلنا عليها، بمجرد نزولك لسوق العمل مجرد ما تحتك بمجال العمل بشكل فعلي هتكتشف ان انت مش قادر ان انت تكمل بنفس الكفاءه اللي في دماغك. او لو انت مثلا شاطر جدا في الماركتينج وعندك درايه فنيه بكل الجوانب المرتبطه بالتسويق، لو انت مثلا بتفتقر لمهاره التركيز وعدم التشتت مش هتقدر ان انت تكمل مع اكتر من عميل في نفس الوقت بنفس الكفاءة. وقس على ذلك جميع المجالات المختلفة اللي بيكون ضروري جدا ان انت يكون عندك المهارات الأساسية اللي احنا قلنا عليها علشان تساعدك في ان انت توصل للمستوى اللي انت عايزه. ان شاء الله المهارات دي هحاول ان انا اعمل لها فيديوهات بالتفصيل في الفترة اللي جاية، ولكن الفيديو ده هيكون عن مهارة الصلابة النفسية كحاجة أساسية نقدر ان احنا نعتمد عليها ونقدر ان احنا نبني عليها ان شاء الله باقي الحاجات التانية او باقي المهارات التانية. والصلابة النفسية او المنتال توفنس هي قدرتك على تحمل الضغوط المختلفة اللي انت بتتعرض لها، قدرتك على التكيف مع المواقف المختلفة اللي انت ممكن تتعرض لها، ثباتك الانفعالي في مواجهة الظروف المختلفة والمتغيرة باستمرار اللي انت برضو بتتعرض لها. وعايز اقول لك ان انا كشخص عملت الماجستير بتاعي في ضغوط العمل، حابب اقول لك اني مفيش مجال عمل او مفيش بيئة عمل حاليا خالية من ضغوط العمل. كل مجالات العمل حاليا ايا كان المجال ايه هو، وايا كان بيئة العمل بتاعتك بتستمتع بهدوء وباستقرار او لا، ولكن هيجي عليك وقت تحس فيه بضغوط العمل بسبب اي حاجة. فبالتالي بيكون مهم جدا، او الشخص الشاطر اللي بيعرف يتعامل كويس جدا مع الضغوط دي بشكل احسن وبصلابه نفسيه، ومن غير ما يكتفي بس بان هو يكون مش متقبل الوضع اللي هو فيه. والحاجه الحلوه في فيديو النهارده اللي انا ممكن اقولها لك ان الصلابه النفسيه دي مش بس موهبه الشخص ممكن يتولد بيها، ولكن هي مهاره زي اي مهاره تانية ينفع الشخص ان هو ينميها وان هو يشتغل عليها من خلال الممارسات ومن خلال الخبرات المختلفه اللي هو بيتعرض لها في حياته. عشان بس ما تقولش ان الناس بس اللي هي بتقعد تقول لك ايه يا سيدي الشخص ده هو شخص ما بيحسش، الشخص ده عنده قدرة على ان هو يتحمل الضغوط المختلفة، الشخص ده شخص بارد، الشخص ده طبعا الكلام ده كله غلط. الصلابة النفسية مش بس موهبة الشخص بيتولد بيها، ولكن هي مهارة ينفع ان انت تنميها زي ما قلنا من خلال الممارسات المختلفة ومن خلال الخبرات اللي انت بتتعرض لها. ومش معنى الشخص ان هو يكون عنده صلابة نفسية معناه ان الشخص ده ما بيشعرش بالآلام، او مش معناه ان الشخص ده ما بيتضايقش، او ان هو ما بيجيش عليه لحظات ضعف او خوف او ايا كان اللحظات او المشاعر السلبية، ولكن الشخص ده بيكون عنده قدرة على التعامل بشكل صحيح مع المواقف
المواقف أو مع المشاعر المختلفة السلبية اللي إحنا لسه قايلين عليها. وأتذكر موقف ليا كان من 10 سنين في مرحلة الدراسة بتاعتي وأنا في سنة أولى جامعة وفي أول ترم امتحانات ليا، ولسبب ما اتعرضت، مش لازم نقول السبب دلوقتي، ممكن نقوله في فيديوهات جاية، ولكن لسبب ما اتعرضت إن أنا أعُك في بعض المواد اللي كنت بامتحنها. عكيت جامد بشكل عايز أقول لك إن أنا بعد ما خلصت الامتحان كنت لو باقول يعني لو نجحت في المادة دي وجِبت مقبول فيها، يعني أنا كده ربنا كرمني بشكل كبير. طبعًا أنا كنت داخل الامتحانات اللي قبل المادة دي بشكل كنت مقفّل كل المواد طبعًا، والامتحانات كمان اللي بعدها كنت مذاكرها بشكل كويس جدًا. ما كنتش متخيّل إن أنا هاكمّل في الكلية إزاي بعد الdrop اللي حصل ده، أو بعد لا قدّر الله لو أنا شِلت المادة أو لو أنا ما عملتش الحاجة اللي أنا عاوزها في الكلية دي. طبعًا أنا كنت داخل الكلية على أساس إن أنا أكون من الtop 5 أو إن أنا أكون على الأقل من أول أو من ال5 الأوائل اللي موجودين على الدفعة. في اللحظة دي كنت حاسس إن أنا حصل لي error، ما كنتش عارف هاكمّل الامتحانات إزاي، ما كنتش عارف أصلًا هاكمّل مرحلتي الجامعية إزاي، ما كنتش عارف إن أنا هاكمّل حياتي أصلًا إزاي. أنتم عارفين في مرحلة أو في سِن المراهقة الدروبات أو المشاكل اللي بتكون بالشكل ده، خصوصًا لمّا الشخص بيتعب ويبذل مجهود، حتى لو المجهود ده قليل ولكن هو في وجهة نظره في الوقت ده بيكون مجهود كبير جدًا، فبالتالي بمجرد ما تحصل مشكلة ما بيكونش عندك القدرة إن أنت تتخطى المشكلة دي، أو إن هو تكون متقبّل الوضع اللي أنت عليه وقتها. المهم يعني ما كنتش متخيّل إن أنا هاكمّل إزاي دراستي في الكلية، وطبعًا دي أول سنة ليّا في الكلية وأول ترم، وأنا داخل ب ب ب يعني بأحلام وبإن أنا هاكسّر الدنيا وبتاع ويحصل الdrop ده. الحمد لله ربنا ألهمني وقدرت إن أنا أتخطى الموضوع ده، وقدرت إن أنا أكمّل في باقي الامتحانات أو أكمّل امتحانات في باقي المواد بنفس الكفاءة وبكفاءة كمان أحسن من الكفاءة اللي أنا كنت بادئ بيها الامتحانات. وقدرت إن أنا أخلّص الترم بتاعي، وقدرت إن أنا أمتحن كمان الترم اللي بعده وأخلّص السنة كلّها وأوصل للمستوى اللي أنا عايزه، وطلعت فعلًا من الtop 5. ولكن بعدين يعني أدركت إن المادة دي ما كانتش مضافة للمجموع، ولكن أنا وقتها ما كنتش مُدرك للموضوع ده، أو أثناء ما حصل موقف ما كانش عندي دراية بالموضوع ده. فبالتالي الحمد لله خلّصت سنة أولى وخلّصت ال4 سنين، وكمان السنين اللي بعد سنة أولى كنت باجيب تقديرات أحسن من اللي أنا جبتها في سنة أولى، وترتيبي كان أفضل. والحمد لله دلوقتي ربنا كرمني واتعينت معيد في الكلية، وعملت الماجستير بتاعي، وحاليًا مدرس مساعد وداخل على الدكتوراه إن شاء الله كمان كام شهر. ولكن اللي عايز أقوله إن الصلابة النفسية في الوقت ده اللي كانت عندي، أنا ما كنتش متخيل إن أنا يعني أنا في الوقت الحالي ما كنتش متخيل أنا عملت إزاي كده. موقف زي ده ممكن يبوّظ أو يلخبط الدنيا خالص مع أي حد، ولكن زي ما قُلنا قدرت إن أنا أتخطى الموضوع ده بشكل يخلّيني أكمّل في الحاجة اللي أنا هاعملها بشكل أحسن. ممكن أنت تتخطى الموضوع ده فعلًا، ولكن بطريقة تأثّر على أدائك، أو بطريقة تأثّر على مستوى تركيزك وإنتاجيتك ومستوى عطائك في الحاجة أو في الشغل اللي أنت بتعمله. ولكن الفكرة أو المغزى من القصة دي كلّها اللي جات في دماغي إن الصلابة النفسية ساعات بتنقذك من حاجات كتير، أو ساعات بتكون ضرورية جدًا في مواقف كتير مختلفة بنتعرّض لها في حياتنا. والحياة مش وردية زي ما أنت متخيل يا صديقي، ولكن الحياة كلّها تحديات وصعوبات، ولازمًا تتعرّض لمشاكل وإخفاقات مختلفة، ولازمًا تُقع وتقوم وتقوم وتُقع. وعايز أقول لك إن الصلابة النفسية هي الحاجة اللي بتفرّق ما بين الشخص اللي بيُقع ويفضل واقع مكانه، وما بين الشخص اللي بيُقع ويقوم ويكمّل بنفس المستوى اللي هو بدأ بيه، ويكمّل كمان بمستوى أحسن من المستوى اللي هو كان بادئ بيه. طب تمام، أول حد كده إحنا عرفنا يعني إيه صلابة نفسية كويس جدًا. إيه بقى الحاجات اللي ممكن من خلالها أقول إن الشخص ده عنده صلابة نفسية أو لأ؟ أول الحاجات دي وهي الالتزام. الالتزام بغض النظر عن المشاكل، بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن التحديات اللي أنت اتعرّضت لها واللي أنت لسه هتتعرّض لها في حياتك، بغض النظر عن التسهيلات اللي ممكن تكون متوفّرة لبعض الناس وأنت لأ، ولكن الالتزام ومتابعة الهدف بتاعك من الحاجات الأساسية اللي بتعبّر عن الالتزام واللي بتخلّي عندك صلابة نفسية. وعلشان ما أثقلش عليك وأحطّك تحت ضغط، لازم تكون عارف إن الالتزام مش معناه إن أنت تكون بنفس الكفاءة هي في كل مرّة هتلتزم بيها بأي حاجة أنت بتعملها. مثلًا على سبيل المثال لو أنت طالب وبتدرس في أي مرحلة من مراحل التعليم، وبالمناسبة ندعي لإخواتنا اللي في الثانوية العامة، ندعي لهم بالتوفيق، داخلين على أيام امتحانات، ربنا يا رب يوفقهم. لو أنت طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم وحددت لنفسك ساعة يوميًا للمذاكرة، الساعة دي أنت خلاص هتلتزم بيها يوميًا، بغض النظر عن المشاكل اللي أنت ممكن تتعرّض لها في يومك، بغض النظر عن الmood بتاعك، بغض النظر عن أيًا كان الظروف الخارجية اللي مش تحت سيطرتك، ولكن أنت هتلتزم بالساعة يوميًا. مش لازم الساعة دي تعود عليك بنفس الكفاءة،
أو بنفس المردود أو بنفس الفيدباك بتاع كل مرة أو بأعلى كفاءة في كل مرة. لازم تكون متقبل فكرة إن أنت هتعمل اللي عليك وهتبذل قصارى جهدك وهتحاول بقدر الإمكان إن أنت تذاكر بشكل كويس في الساعة دي، ولكن مدى الكفاءة إيه بقى دي مش بتاعتك. لازم نكون عارفين حاجة زي كده علشان ما نثقلش على نفسنا أو علشان ما تحملش نفسك فوق طاقتها. ولكن إنك تكون شخص ملتزم دي حاجة مهمة وضرورية جدا، وهتخلي عندك أو من الحاجات الأساسية اللي بتعبر عن إن الشخص عنده صلابة نفسية. الحاجة التانية اللي بتعبر عن الصلابة النفسية وهي التحكم أو الكنترول. ولكن قبل ما نبدأ في النقطة دي اسمحوا لي أروح أجيب كوباية القهوة بتاعتي وهجيلكم بسرعة. احنا وقفنا عند المرحلة أو الحاجة التانية اللي ممكن تعبر عن الصلابة النفسية اللي عند الشخص، وهي التحكم. في نوعين من التحكم: تحكم في النفس أو التحكم الذاتي، والنوع التاني وهو التحكم في الأمور أو المواقف المختلفة اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا. وخلينا كده نقول مثال يعبر عن أو يوضح لنا النوعين من التحكم. نقول مثلا لو أنت طالب برضو احنا بنضرب أمثلة كتير بالطلبة لأن معظم الناس اللي بتتفرج علينا هم طلبة. فبالتالي لو أنت مثلا طالب في إحدى مراحل التعليم بتاعتك أو نقول المرحلة الجامعية، والطلب منك إن أنت تعمل مشروع معين أو إن أنت تعمل بريزنتيشن تعرضه على الدفعة بتاعتك من الدكتور بتاع اللي بيدرس لك المادة، وكنتوا مثلا تيم واحد، كنتوا عبارة عن 3 أفراد أنت واتنين تاني زمايلك، وقدرتوا بالفعل إن أنتوا تشتغلوا على المشروع ده أو قدرتوا إن أنتوا تظبطوا البريزنتيشن بتاعكم وتقسموا الشغل بتاعكم وخلاص ظبطتوا كل حاجة. وجه اليوم بتاع الشرح أو بتاع عرض المشروع واتفاجئتوا بان في واحد من زمايلكم ما جاش او غاب، وبنحاول ان احنا نتواصل معاه بكل الطرق وما جاش، وخلاص باقي 5 دقائق وهنبدا نعرض او هنبدا نشرح الموضوع بتاعنا، واتحطينا في مشكله. التحكم الذاتي او التحكم في النفس في الوقت ده بان انت ما تنفعلش، بان انت تحاول تعمل ضبط نفس على ردود افعالك، بان انت ما تشتمش بغض النظر ان زميلك ده يستاهل الشتيمه في الوقت ده. طبعًا باهزر، ما فيش أي حاجة تستاهل إن أنت تشتم زميلك أو ما فيش أي حاجة تستاهل إن أنت تشتم بشكل عام، ولكن عرفنا إن التحكم في النفس أو التحكم الذاتي هو عبارة عن إن أنت بتحاول تعمل ضبط نفس في الانفعالات بتاعتك، أو تحاول إن أنت ما تصدرش انفعالات مُبالغ فيها بغض النظر عن الموقف اللي أنت اتعرضت له. ولكن التحكم بقى في الأمر أو التحكم في الموقف نفسه، وهو إن أنت بتحاول على قد ما تقدر تدير الموقف اللي حصل بأقل الخساير ومن غير ما يحصل مشكلة ليك أو لزميلك التاني، بحيث إن أنت ممكن تروح للدكتور اللي كلفكم بالشرح او كلفكم بالمشروع وتحاولوا توضحوا له ان التقصير مش من عندكم، وان انتوا عملتوا اللي عليكم، وان زميلكم ده مش قادرين ان انتوا توصلوا له، فبالتالي هيحصل دروب او هيحصل مشكله. ولكن يعني انا مش حابب قوي الفكره دي، ممكن لان بالشكل ده انتوا بتلبسوا زميلكم ده. ممكن توضح له الدكتور ده او تحاولوا تقنعوه بان انتوا الاثنين ممكن تشيلوا الجزء بتاع زميلكم اللي غايب، بحيث ان انتوا تقسموا الموضوع عليكم انتوا الاثنين. فبالتالي انتوا كده قدرتوا ان انتوا ما يبقاش في مشكله في العرض او في البرزنتيشن، قدرنا ان احنا نتعامل مع الموضوع باقل خسائر، وفي نفس الوقت صورتنا قدام الدكتور بقت احسن، وفي نفس الوقت ما لبسناش زميلنا ده. وده كده كان التحكم الذاتي او التحكم في النفس والتحكم في الامر او التحكم في الموقف، والاثنين زي ما قلنا يعتبروا من الحاجات الاساسيه اللي بتعبر عن الصلابه النفسيه. الحاجه الثالثه اللي بتعبر عن الصلابه النفسيه وهي التحدي. وفكره التحدي هي فكره كبيره وتستحق ان احنا نعمل لها فيديو بالتفصيل، وهيكون برضو من خلال تجربه شخصيه ليا، تجربه اثرت في حياتي بشكل كبير جدا. ولكن بشكل مختصر التحدي معناه قدرتك على ان انت تنظر للامور وللمواقف وللتحديات وللمشاكل، وخصوصا لحظات الفشل اللي انت بتتعرض لها في حياتك، تنظر لها على اساس ان هي مرحله بتتعلم منها، مرحله بتستفيد منها، مرحله ممكن تكون سبب في ان انت تحسن حياتك للافضل، وتحاول ان انت تتحدى نفسك في كل مره. وفي كل مره اي موقف غلط او اي موقف ما كانش كويس او اي مشكله او اي حاجه غلط اتعرضت لها او اي حاجه ضايقتك، تحاول انت تتعلم منها، وما تبقاش المرحله دي او ما تبقاش اللحظه دي لحظه يأس، ما تبقاش لحظه هزيمه، ما تبقاش لحظه فشل. رابع الحاجات اللي بتعبر عن الصلابه النفسيه وهي الثقه بالنفس. ويمكن احنا قلنا في فيديوهاتنا اللي فاتت ان قربك من ربنا هيساعد بشكل كبير في ان هو يزود ثقتك بنفسك ويزود ايمانك الداخلي بنفسك وبقدراتك. طب جميل جدا، لحد كده احنا عرفنا العوامل الاساسيه اللي بتعبر عن الصلابه النفسيه او ابعاد الصلابه النفسيه. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تزود او تعزز من الصلابه النفسيه اللي عندنا؟ اول الحاجات دي هي تجارب
تجارب الطفولة والتربية. خلينا نقول إن أي حاجة مرتبطة بأي حاجة نفسية أو أي مشكلة نفسية ممكن نتكلم فيها في فيديوهاتنا اللي جاية أو اتكلمنا فيها في فيديوهاتنا اللي فاتت، هتكون مرتبطة بشكل كبير جدا بنظام التربية أو بالأسرة أو بطريقة التربية اللي أنت تعرضت لها في طفولتك. فبناء عليه الصلابة النفسية من الحاجات اللي بتزودها أو الحاجات اللي هي بتعزز الصلابة النفسية عند الفرد هي التجارب الطفولة أو طريقة التربية. تاني الحاجات دي وهي الدعم الاجتماعي. الدعم الاجتماعي من الحاجات المهمة جدا واللي بتساعد على الصلابة النفسية، سواء كان الدعم ده من الأسرة أو من الأصدقاء أو من زمايلك في الشغل، ولكن بيكون مهم جدا إن احنا يكون عندنا دعم اجتماعي، خصوصا في المواقف اللي بنحس فيها بالوحدة، خصوصا في المواقف اللي بنتعرض ليها لمواقف أو لحاجات ممكن تكون مش كويسة في حياتنا، خصوصا المواقف اللي بنتعرض فيها للفشل. الدعم الاجتماعي بيكون مهم جدا، بتحس فيه ان انت مش لوحدك في الطريق، حتى لو انت مش متفق اتفاق تام مع الناس اللي بتدعمك دي او في بعض الاختلافات اللي موجوده ما بينك وما بين الناس دي، ولكن احساس ان انت مش لوحدك وانت بتسعى في الحاجه اللي انت بتسعى لها او انت في طريقك لاهدافك، ده احساس مهم جدا علشان يزود عندك الصلابه النفسيه. ثالث الحاجات اللي بتزود الصلابه النفسيه وهي فكره المرونه النفسيه، ان انت يكون عندك مرونه نفسيه. يعني ايه مرونه نفسيه؟ يعني يكون عندك قدره على التكيف مع المتغيرات والتحديات والمشاكل والظروف المختلفه اللي انت بتتعرض لها في حياتك، بغض النظر عن مصدر المشاكل والتحديات دي، بقى شغل، اسره، مجال عمل، مكان انت غيرته، ايا كان الحاجه اللي بتتعرض لها، المهم ان انت يكون عندك قدره على التكيف مع الحاجات دي، ولكن بشرط اساسي ومهم جدا، وهي ان انت ما تفتقدش للقيم وللمبادئ الاساسيه اللي عندك. وعايز اقول لك ان دي من اهم الحاجات اللي موجوده في المرونه النفسيه. والمرونه النفسيه يعني شيء مهم جدا، ممكن نعمل له فيديو في المرحله اللي جايه بالتفصيل ونحاول ان احنا نوضحه بشكل اكبر من كده. انا حاسس ان الفيديو ده هيكون بدايه لفيديوهات كتير هنا في القناه، ولكن لازم وضروري جدا تعرف اني بشكل مبسط ان المرونه النفسيه هي قدرتك على التكيف مع المتغيرات، مع المشاكل، مع التحديات، ان انت تواجه كل ده ولكن بطريقه تخليك شخص على المبدأ بتاعك، شخص على نفس القيم اللي عندك. رابع الحاجات اللي هتعزز عندك الصلابه النفسيه وهي الادراك المعرفي، طريقه تفكيرك وتفسيرك للاحداث المختلفه اللي بتحصل لك في حياتك، الادراك والوعي اللي بيكون عندك بناء على المواقف المختلفه اللي انت بتتعرض لها. وخلينا نقول مثال بسيط، وهي فكره ان انت بتنظر للمراحل اللي بتفشل فيها زي ما قلنا على اساس ان هي مرحله تجربه ممكن تتعلم منها وتستفاد منها بان انت تحسن حياتك، او ان انت يكون عندك خبرات للمواقف اللي انت هتتعرض لها بعد كده. وخلينا نقول بالمناسبه ان القراءه من الحاجات اللي بتزود عندنا الوعي والادراك المعرفي بشكل كبير. طب تمام، اول حد كده ازاي بقى نقدر ننمي الصلابه النفسيه عندنا؟ يعني انت مثلا كشخص اتولدت من غير موهبه الصلابه النفسيه، ما كانش عندك المقومات اللي تخليك او اللي تعزز عندك الصلابه النفسيه، انت كده خلاص هتبقى شخص ما عندكش صلابه نفسيه؟ طبعا لا، احنا اتفقنا ان الصلابه النفسيه مهاره ينفع ان انت تنميها وينفع ان انت تشتغل عليها من خلال الممارسه، وطبعا ده بيكون من خلال ان انت بمجرد ما تتعرض لمواقف ولتجارب كتير في حياتك تحاول ان انت بقدر الامكان تستفاد منها وتتعلم منها بشكل كبير. وخلينا نقول اني مهما كان عندك وعي ومعرفه وادراك، مهما قرات من كتب، مهما حفظت من حاجات نظريه، ولكن الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا مجرد ما تبدا تتعرض بشكل فعلي للموقف وتقدر ان انت تشوف تصرفاتك تجاه الموقف ده. فبناء عليه ايا كان عندك من مهارات، ايا كان عندك من ادراك ووعي، لازم تحاول ان انت تتحدى نفسك في كل مره وتواجه المشاكل والتحديات اللي انت ممكن تتعرض لها، وتكون عارف كويس جدا ان الانسحاب مش هيكون سبب في ان انت تحل المشكله او ان انت يكون عندك صلابه نفسيه. لازم تتحط في مشكله واثنين وثلاثه، وزي ما اتفقنا من الحاجات الاساسيه اللي بتساعدك في ان انت يكون عندك صلابه نفسيه ويكون عندك قدره على ان انت تكمل في الحاجه دي بشكل فيه ايمان داخلي جوه نفسك وبشكل يخليك حاسس ان انت مش مقصر في حق نفسك. ودي من الحاجات الاساسيه مهما كنت معرض لمشاكل نفسيه ومهما كنت معرض في مرحله الطفوله لبعض المشاكل اللي اثرت في شخصيتك، ولكن من الحاجات الاساسيه دي هي قربك من ربنا. قربك من ربنا بيصلح اي مشاكل داخليه عندك، بيزود عندك زي ما اتفقنا الايمان الداخلي بنفسك، بيزود ثقتك بنفسك، فبناء عليه هتقدر ان انت تواجه اي مشاكل، هتقدر ان انت تتعلم من اي مراحل فشل او اي تحديات ممكن تتعرض لها في حياتك. وممكن تستخدم بعض الادوات اللي تساعدك ان انت تتعلم الحاجات دي، اداه مثلا زي اداه التدوين او الكتابه اللي احنا عملنا لها فيديو هنا في القناه، هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده، وتحاول ان انت بقدر الامكان مفيش مشكله ان انت تتعلم من كل الحاجات اللي بتحصل لك، وتحاول دايما ان انت تسعى في تحسين حياتك للافضل.
وده كده كان فيديو النهارده، متنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتشارك الفيديو ده مع اصحابك اللي ممكن تفيدهم من خلال الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.